من بداية مسلسل فرام واضح إنه القصة ما مجرد سرد تقليدي عن مكان مسكون أو ناس علقانين بمكان غريب. القصة عم تتعامل مع أفكار أكبر، مع ألغاز مرتبطة بالزمن، بالمكان وبالوعي البشري. فرام ما مكان عادي، هو عالم بين العوالم، بوابة بتجمع بين أساطير مختلفة وأحداث بتحسها مألوفة لكنها غير قابلة للفهم الكامل. لما نبلش نغوص بهالعالم، أول شي بيلفت النظر هو عدم وجود أي منطق بسيط للأحداث. ليش المكان محاصر؟ ليش الناس ما بيقدروا يطلعوا؟ وشو مصدر الوحوش اللي بتطلع بالليل؟ وهون بيبدأ التوتر والتساؤل، لأن كل شي بصير حواليك بحسسك إنك جزء من لعبة أكبر، لعبة ما بتعرف قواعدها ولا نهايتها. لما جيم وجيد كانوا عم يحاولوا يصلحوا الراديو، الفكرة الأساسية كانت محاولة الاتصال بالعالم الخارجي، بس بدل ما يحصلوا على مساعدة سمعوا صوت غريب. هالصوت كان أول ظهور للرجل الأصفر. وشو قال؟ قال جملة بتفتح أبواب ألغاز جديدة: مرتك ما كان لازم تحفر هالحفرة. هاي الجملة كانت نقطة تحول كبيرة بالقصة. ليش الحفرة مهمة لهالدرجة؟ وليش الرجل الأصفر يلي واضح إنه كيان قوي ومراقب كان مركز على هالنقطة بالتحديد؟ ليش ما حاول يحكي عن أي شيء تاني؟ الحفرة هون ما مجرد مكان تم حفره، الحفرة كانت بداية لكشف عالم جديد تحت الأرض. وهالعالم كان مليان رموز، أطفال غامضين، وحوش مختبئة، ورسومات على الجدران بتحكي قصة أقدم من كل يلي شفناه فوق الأرض. الحفرة هي البوابة الأولى لفهم المكان ككيان معقد، ما مجرد قرية صغيرة محاصرة. لما تبثة نزلت للحفرة شافت أشياء كتير غريبة: الأطفال يلي كانوا عم يمشوا بين الظلال، الرسومات يلي كانت تغطي الجدران، وحتى الحقيبة القديمة يلي اكتشفوها. كلها كانت إشارات إنه في شي ضخم مخفي، بس المثير أكتر هو الرابط بين الحفرة والأحداث يلي صارت بعدين. لما تبثة شافت الأطفال لأول مرة كان هالشي نقطة البداية لربط كل الوحوش والكهوف والرموز ببعضها. وهون منرجع لجملة الرجل الأصفر: المعرفة إلى ثمن. فعلا كل خطوة لاكتشاف الحقيقة كان إلى ثمن باهظ، سواء فقدان أشخاص مهمين أو التورط بأحداث مرعبة أكبر. ما فيك تفهم المسلسل إذا ما ركزت على الموسيقى. من البداية الموسيقى كانت جزء من القصة، بس ما كخلفية فقط. الموسيقى كانت لغة خاصة عم تحكي القصة بشكل غير مباشر. صندوق الموسيقى، تذكروا كيف كان صندوق الموسيقى بيشتغل فجأة كأنه بيحذر من شي خطير عم يصير. الجوك بوكس كيف كان يشتغل لحاله ويخلق جو من التوتر. الأغاني اللي كانت بتظهر بكتير مواقف وكأنها بتربط الشخصيات ببعضها. الموسيقى بهالقصة أكثر من مجرد عنصر ديكور، هي لغة عم تستخدمها الكيانات المجهولة للتواصل، للتحذير، أو حتى لإثارة الخوف. لما مارتن قال بيجوا لما الموسيقى توقف، كان عم يعطينا تلميح واضح لدور الموسيقى. الموسيقى هون ما بس خلفية صوتية، هي جزء من اللعبة اللي عم تصير بهالمكان. خلونا نحكي عن مارتن. من أول ظهور إله كان واضح إنه شخصية غامضة ومعقدة. مارتن ما كان مجرد ضحية للمكان، بالعكس كان عنده معلومات أكثر من اللازم، وكأنه كان عارف شو عم يصير وشو رح يصير. لما أعطى الديدان لبويد ما كان عم يحاول يساعده فعلا، كان واضح إنه عنده هدف معين، وهذا الهدف كان ممكن يدمر المكان بدل ما ينقذه. بيجوا لما الموسيقى توقف، هي الجملة كانت تحذير، بس بنفس الوقت كانت مفتاح لفهم دوره بالقصة. هلا السؤال الأكبر: هل مارتن كان إنسان قبل ما يصير جزء من اللعبة؟ وهل ممكن يكون هو الرجل الأصفر بنسخة سابقة أو موازية؟ لما شفنا الرسمات اللي بتورجي الرجل الأصفر كان شكله مختلف تماما عن النسخة اللي شفناها فعليا بالموسم الثالث. بالرسمات كان شاب أنيق بشري أكثر وملابسه مرتبة، بينما النسخة اللي ظهرته فعلا كانت مرعبة، بلباس مهترئ وشعر رمادي وكأنه ميت أو وحش أكثر من كونه إنسان. هالتفاصيل ما كانت صدفة. الفرق بين النسختين بيعطي فكرة إنه الرجل الأصفر ممكن يكون كيان متعدد الأبعاد، أو إنه تطور عبر الزمن من إنسان إلى وحش. لكن ليش وشو السبب؟ في كتير نظريات عن هوية الرجل الأصفر. النظريتين الأبرز هو الدكتور مابيوس. هي شخصية أدبية معروفة، مجرم عبقري بيستخدم التنويم المغناطيسي والسيطرة العقلية لتحقيق أهدافه. نظريته بتقول إنه هو العقل المدبر وراء كل شيء بالمدينة. الملك الأصفر كيان غامض من مكان اسمه كاركوسا، يلي هو عالم موازي أو بوابة لعوالم أخرى. هالنظرية بتربط بين المدينة وكاركوسا كأماكن بتحوي أسرار خارقة للطبيعة، بس أنا شخصيا مقتنع إنه الرجل الأصفر أكثر من مجرد تفسير واحد. القصة عم تجمع بين كل هالأساطير لخلق حكاية جديدة وفريدة.
المدينة هي ما مجرد مكان، هو بوابة لعالم مليان بالأسرار والأساطير، هو انعكاس لذكريات مشوهة، لقصص من الماضي ولعوالم موازية. كل شي فيه، من الحفرة للموسيقى حتى للوحوش وحتى للشخصيات، جزء من لعبة كبيرة ما شفنا نهايتها لهد.